بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتي الأعزاء، إن شاء الله النهاردة هنزين تورتة. أنا جهزت الديسكات بتاعتها، ودلوقتي هجهز الكريم شانتيه. عبارة عن كوبايتين مية ونص كوباية سكر، والمية طبعا فيها تلج كمان اهي. وإن شاء الله هدوب السكر واحط كريم شانتيه ان شاء الله. طبعا كده انا دوبت السكر، وهحط الكريم شانتيه. ده ربع كيلو. هفضي الربع كيلو. النهارده ان شاء الله انا بعمل تورتايه مقاس صينيه مقاس 32. صينيه مقاس 32 عملتها على صينيتين. كل صينيه حطيت فيها نص كيلو دي سبونج. كل صينيه حطيت فيها نص كيلو دي سبونج، وحته معلقه محسن جل، وشويه فانيليا، وست بيضات، وضربتهم طلعتهم. فطبعا ما عملتهم على كل صينيه عملتها ديسكين، يعني عندي 4 طبقات. فان شاء الله احتمال اعمل يا الاربعه يا الثلاثه حسب الارتفاع اللي هيجي معايا. وهنا كريم شانتيه، حطيت سكر نص كوبايه على كوبايتين ميه ودوبتهم، وحطيت كريم شانتيه، وهحط عليهم معلقتين او 3 كريم بسري. وهنقلب دلوقتي الكريم شانتيه الاول، وبعدين نبقى نحط كريم بسري. انا كده حطيت 3 معالق كريم بسري، وهقلبهم مع كريم شانتيه، ونظبط الكريم شانتيه على ما يعلى ويترفع، وهاجي لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي في الله، إن شاء الله النهاردة هنزينهم تورتة تعمل إن شاء الله بجناش الشوكولاتة. عملتها في صينية 32. عملت صينيتين، اداني 4 طبقات بالمنظر ده. وعملت كريم شانتيه. كريم شانتيه كان ربع كيلو كريم شانتيه على 3 كوبايات ميه متلجه، وكان فيه تلج كمان، ونص كوبايه سكر على 3 معالق كريم شانتيه. اتمنى ان شاء الله تعجبكم، ومع الرجاء بالدعاء للسيده وصفات مصريه بالرحمه والمغفره. وان شاء الله ان دلوقتي نبدا التجليس. حطيت تحت البورده، حطيت حته كريم شانتيه، وهغلف عليها اول طبقه. عامل الكيس زي كده، وهبتدي الف عليها كلها وحملها، ونشوف برضه كنا هنحط معاها حشو، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. يا رب تنول اعجابكم، وما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه، قناه وصفات مصريه، وما تنسوهاش في الدعاء بتاعكم ان شاء الله رب العالمين. طبعا احنا كده على اساس ان كله هيبقى ارتفاع واحد، وابتدي افرد. لو محتاج ان انا اديلها كريم شانتيه تاني هديلها تاني. وان شاء الله هعمل بقيه الديسكات وهاجي لكم واوريها لكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنصب. طبعا انا جلستها وحطيتها في التلاجة. هصب بقى عليها الشوكولاته.
زي كده. طبعا انا حاططها على بوردة، حاططها على شبكة عشان كل الشوكولاتة تنزل على الجناب، تنزل تحت في الصاج. طبعا عشان التورتاية متلجة بتنزل تقفش على طول. دلوقتي يا حبايبي طلعناها من التلاجة بعد ما اديتها الجناش الشوكولاتة، حطيت لها الكريسبي اللي هو الدهبي، وهنعمل لها زي نظام وردات صغيرة كده برضو من فوق، وبعدين نبقى نعمل الدوران من تحت. دي مربى حليب. كده عملت الوش فوق. هنعمل الداير برضو من تحت. خلص الداير وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي نعتبر شطبناها زي ما انتم شايفين كده. ده كريسبي، كريسبي دهبي، وده مربى حليب. عملنا بينها وردة في النص، وحطينا عليها برضو حتة واحدة كريسبي، وخدنا الإطار اللي تحت عملناه برضو بمربى الحليب مع الجناش. وأتمنى من الله تعالى إنها تنول إعجابكم. متنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، قناة وصفات مصرية، وأرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة إن شاء الله رب العالمين. ولكم جزيل الشكر، مع تحياتي.